تعالوا نبدأ فلوج النهاردة او فيديو النهاردة بشكل مختلف شوية على يوتيوب عادي. فلقيت منتدى كده حد منزله، لو انت صاحي من النوم كده يعني حاسس ان انت متضايق او مكتئب او كده، فابدأ يومك بالحمد وبالشكر والاستغفار وكده. قلت يعني اتشارك انا وانتوا من الاجر، يومنا كده ايه ببركة وان شاء الله خير. عشان بحب شكلها قوي اخترت اللون اللي هو تقريبا بترولي ده، جميل قوي. هاكل كشري. فهاكل دلوقتي وهحط طبعا دقة اكيد يعني. بس المفروض ان انا اخلص النهارده الجامعات الاجتماعيه، تمام، وعلم النفس مراجعه هسمعها، وهسمع برضو تاريخ الفتوحات الاسلاميه ده بقى لبكره، تمام. وممكن اخلص النهارده سمات الشعر صدر الاسلام، ولو لقيت وقت ممكن نكمل برضو ايه الخطابه. بص هذاكر دلوقتي ده، وهسمع مراجعه جغرافيا وهحل بعدها، وبرضو هذاكر تاريخ وعلم نفس. خلاص اخر فيديو، واخر فيديو شرح. انت متخيل اللي كده اخر فيديو شرح؟ بس الجماعه الاجتماعيه. يعني ايه جماعه اجتماعيه؟ بالتجمع من الناس. مش فاهم يعني من الاخر. الجماعه الاجتماعيه بتبدا من اول شخصين وانت طالع فوق. يعني ايه يا مستر؟ يعني الاسره جماعه اجتماعيه، المصنع جماعه اجتماعيه، الشركه جماعه اجتماعيه، المدرسه جماعه اجتماعيه. اول حاجه بيقول لي تفاعلات الانسان زي اسمه صراط من حول فهو يقوم بالفرد من افعال تعبر عن شخصيته. هنا بيقول لي تفاعلات يعني سلوك، يبقى السلوك الايه الظاهري. طيب رقم اعتقادك بوجود شجار بينهم وتسمع احد المارين ويحاول التواصل مع احد المسؤولين للابلاغ عن شخص يعني مشكله. هي طلعت الخبره الذاتيه. ماشي. أثناء مرورك بأحد الشوارع ليلا الإضاءة السيئة وقعت في حفرة وصرخت بأعلى صوت لتطلب الاستغاثة. يعتبر صراخك في هذا الموقف مثير خارجي؟ لأ، ده انت اللي صرخت. نشاط عقلي برضو لأ، ده مش من عقل، ده صوت. مثير داخلي برضو لأ. استجابة للموقف، ان هو لما وقع في الحفرة صرخ، فدي تعتبر استجابة. دراسة مبادئ والشروط الأساسية لعملية التنشئة حيث يستطيع القائمين عليها أن يهيئوا البيئة المناسبة. التنشئة، تمام، اللي هي التربية، النشأة اللي هم ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي.